الفرق بين انسحاب الاهلي والزمالك. واحد زملكاوي بيسالني يعني، ما الزمالك انسحب قدام الاهلي السنه اللي فاتت والاهلي انسحب قدام الزمالك السنه دي، ايه الفرق بقى؟ انتوا السنه اللي فاتت كلكم كنتوا بتلوموا على الزمالك وبتاع، والسنه دي لا كلكم واقفين مع الاهلي، يعني نفس الانسحاب. هقول لك اسمع يا سيدي، الزمالك لما انسحب قدام الاهلي السنه اللي فاتت ما كانش الاهلي طرف في المشكله. يعني الزمالك ما كانش بينسحب عشان النادي الاهلي تحديدا او النادي الاهلي له طلبات او اي حاجه. النادي الزمالك انسحب عشان كان له مطالب، منها إقالة عامر حسين والعدالة التحكيمية وكذا، وأربع مطالب هو طلبه. واستغل الزمالك مباراة الأهلي في الدوري وانسحب من المباراة دي، وبعد كده لعب، ومفيش حاجة من مطالب نادي الزمالك اتحققت. يعني استخدم ماتش الأهلي بس كورقة ضغط وانسحب، وبعدين كمل الدوري، ما انسحبش من الدوري كله ولا مطالبه اتحققت. طب الاهلي عمل ايه؟ الاهلي بالنسبه له الزمالك مش طرف اصلا في المشكله. الاهلي طالع الماتش نفسه هو المشكله. الماتش طرفه التاني نادي الزمالك دايما بيدعي انه بيفتقد الى العداله التحكيميه، فبالتالي النادي الاهلي روخر كان بيقول ان هو بيتعرض ل مشاكل تحكيميه. فبما ان ده بيعترض وده بيعترض، والزمالك قبلها بثلاث ايام كان عم معترض جامد، فالنادي الاهلي قال لك لا انا مش هلعب الا بحكام اجانب. المبدا ان النادي الاهلي عاوز حكام اجانب عشان العداله التحكيميه اللي الزمالك كان بينادي بيها من ثلاث ايام. ولكن نادي الزمالك استغل الفرصه ان النادي الاهلي بيطالب بده، وقال انا ما عنديش مشكله العب بحكام مصريين، عشان نادي الزمالك عاوز ياخد الثلاث نقاط اللي الزمالك بتوع المباراه، والاهلي هيفقد كمان ثلاثه في اخر المسابقه، فيبقى الزمالك ضرب عصفورين بحجر، اخد 6 نقاط، احيت له اماله في الدوري وخلته هيلعب دوري ابطال افريقيا، ويعني امل ضعيف انه ممكن ياخد الدوري. ده الفرق بين مبدأ الأهلي ومبدأ الزمالك، أو مبادئ الأهلي في العموم ومبادئ الزمالك. الزمالك لما جات له الفرصة إنه يقف مع مبادئه ويقف مع الحق ويتضامن مع الأهلي، بما إن هما الاتنين بيشتكوا من التحكيم ويطلبوا تحكيم أجنبي، ويقف مع طلبات النادي الأهلي، نادي الزمالك بص لمصلحته الشخصية تحت رجليه، بس النهارده هاخد أنا ال3 نقاط وماليش دعوة باللي يحصل مع النادي الأهلي. لكن انا بقول لك الزمالك مفيش مبدأ على الاطلاق، والدليل كان قدامه اهو. هنفرض الزمالك الماتش الجاي وهو بيلعب سموحه او بيلعب اي فرقه في الدوري او في الكاس، وفي ضربه جزاء اتحسبت زور على الزمالك او خطأ على الزمالك هيقدر يفتح بقه ويقول لك انا بطالب بالعداله التحكيميه؟ ده الفرق بين مبدأ الاهلي ومبدأ الزمالك. فالاهلي ما انسحبش من ماتش الزمالك وهيكمل بقيه الماتشات، لا، الاهلي بيانه كان واضح ان لما انسحب، الاهلي بيانه كان واضح ان لو الحكام الاجانب ما جاتش الاهلي بينسحب من الدوري كامل. واحنا كجمهور اهلاوي عارفين ان النادي الاهلي هينفذ كلامه، وكنا كجمهور برضو عارفين ان النادي الاهلي مش هيلعب الماتش لان الاتحاد هيعاند ومش هيجيب حكام اجانب من قبل المباراه. ده الفرق بين مبادئ الاهلي ومبادئ الزمالك. يا اخي ده في فيلم الليمبي حسن حسني بيقول له ليمبي ده انا مستني الفرصه دي من زمان. الليمبي اتأثر قوي، الليمبي طبعا كان صايع، فقال له انت مستني فرصه تبيع فيها نفسك؟ مستني العمر ده كله عشان تلاقي فرصه تبيع فيها نفسك؟ ده انا مستني نص فرصه عشان اشتري نفسي، نص فرصه. النص فرصه جت للزمالك انه يقف مع الحق. انا بقول الكلام ده وانا صايم، يعني ربنا شاهد عليا. الزمالك جات له الفرصه، كلامه اللي هو بينادي بيه كل يوم وبنادي بالعداله التحكيميه والنادي الزمالك بيتظلم وكذا 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 وكذا، اللي كان ميدو قاله في الاجتماع قبلها ب3 ايام، جات له عطاء من ذهب من عدو، حتى لو بنعتبر النادي الاهلي عدو ومش منافسه، جات له
كان المفروض يقف مع النادي الاهلي، اول نادي يقف مع النادي الاهلي يقول لك انا كمان عاوز حكام اجانب، انا مش هلعب لان العداله التحكيميه غير متوفره. لكن النادي الاهلي بص على مصلحته وميدوا لعبها بذكاء، ان انا هاخد 3 نقط دلوقتي والزمالك والاهلي هيتخصم منه كمان 3 نقط، تبقى 6 نقط. رجعت للحياه، ممكن انافس على الدوري، هلعب في دوري الابطال السنه الجايه. ده كان رايي في ازمه مباراه الاهلي والزمالك ومبادئ الاهلي ومبادئ الزمالك. ودي كانت رايي في ده يا سيدي. بقى رايي باختصار في مباراه الاهلي والزمالك. والاهلي مش هيلعب اللقاء، الاهلي مش هيلعب في الدوري تاني طالما حسمت النتيجه لنادي الزمالك.